الاسبوع اللي فات كان عندنا حلقه التبول اللا ارادي في العربيات الاوبل، وبفضل الله عملنا لكم مسابقه وقلنا للناس اللي هيقول الاجابه الصح هيبقى له جايزه. واحنا عندنا 2 كسبوا معانا، هو بصراحه 3 لكن 2 جاوبوا صح وواحد فكر خارج الصندوق تماما فنكسبوا معانا. اللي كسبوا معانا بودز واللي كسب معانا محمد نجم، الاثنين جاوبوا الاجابه الصحيحه اللي هي فيشه الكوعه بتاعه السيرموستات بتسرب ميه من جوه الكوعه نفسها، والميه بتفضل ماشيه جوه الاسلاك لغايه ما بتمشي وتخش جوه فيشه الكنترول عن طريق الاسلاك الداخليه من جوه السلك ذات نفسه لغايه ما يخش جوه فيشه الكنترول. الراجل الطيب عمرو قال لك لا، عمرو قال لك ان في عرسه بتيجي تمسك السلك وتعمل فيه بيب وبالتالي الموضوع يعني بيوصل عند فيشه الكنترول. احنا بنشكرك يا عمرو، والله الفكره كانت جميله عشان كده انت كسبت معانا. ويلا بينا على حلقه النهارده بقى. اغير زيت موتور امتى؟ واغير زيت فيس امتى؟ طب هغير فلتر هواء امتى؟ واغير فلتر بنزين امتى؟ اعمل صيانه للكولر امتى؟ اعمل صيانه لبلف غطا التكيهات امتى؟ طب اغير بوجيهات امتى؟ انا احمد عز ودي مستشفى الاوبل. النهارده هنتكلم معاكم على الصيانات الدوريه وازاي ان انت تحافظ على صيانتك الدوريه وامتى تعمل ايه. مساء الخير. الصيانه الدوريه باستمرار بتتلخص معانا ان احنا بنتشيك فيها على شويه بنود كده اساسيين، الا وهم اي حاجه سوائل، سواء كان زيت موتور، زيت فتيس، ميه، زيت باكب، كل ده لازم حضرتك تتشيك عليه في الصيانه. البند اللي بعد كده الاتيال، الطنابير، العفشه، الفلتر التكييف، فلتر الهواء، البوجيهات، كل دي حاجات اساسيه معاك في كل صيانه بنتشيك عليها. لكن في بنود اساسيه انت بتعملها ما ليكن كل 20000 كيلو، كل 10000 كيلو، كل 30000 كيلو، كل 40000 كيلو، وبالتالي احنا جينا النهارده عشان نقسم لك البنود اللي هي على الكيلومترات البعيده شويه وما بتبقاش ثابته معاك في كل صيانه. اول بند من البنود دي فهو زيت الفتيس. زيت الفتيس يا جماعه بيتغير كل 60000 كيلو او 5 سنين. حضرتك دايما بنأكد عليك ان انت زيت الفتيس وهو في الثلاجه اكسبايرد بعد 5 سنين. حضرتك زيت زيت الفتيس دايما او اي زيت بيبقى دايما مدون على العبوه تاريخ الانتاج، ودايما معروفه ان الاكسبايرد بتاعه بيبقى بعد 5 سنين. فحضرتك تأكد على ان الزيت الفتيس في العربيه عند حضرتك ما يتعداش ال5 سنين يكون حضرتك مغيره، او 60000 كيلو، عشان تحافظ على فتيسك دايما بدون مشاكل. واحنا مش هنتوصى طبعا، احنا الاوبل عندنا مشاكلها في الفتايس لا حصر لها، فخد بالك من النقطه دي. ودايما غير زيت فتيسك كل 60000 كيلو، واختار براند زيت محترم، واختار مواصفه الزيت المناسبه لعربيتك، الا وهي الداكسرون 6 بالنسبه للعربيات الاسترا الجي والانسانيا، او للعربيات الاوبل عموما. ال6 غيار بدايه من اول 2010 لغايه موديل السنه دي بتاخد زيت الفتيس الداكسرون 6. الحاجه اللي بعد كده دايما بنأكد للناس خد بالك من البوجيهات. احنا داخلين على شتاء والبوجيهات مهمه جدا عشان مشاكل الاوبل دايما في الموبينه والبوجيهات. العيب الشهير في الاوبل الاسترا جي، فيكتورا سي، استرا اتش، دايما الناس بتعاني مع الموبينه والبوجيهات في دخله الشتاء بالذات. فدايما بقول لحضرتك وبفكرك كل 20000 كيلو لازم تغير بوجيهات، ما تتاخرش على تغيير البوجيه اكتر من ال 20000 كيلو عشان ما يبوظش موبينه. البوجيهات الاريديوم بتتغير كل 40000 كيلو، الانسانيا بتغير كل 40000 كيلو لان هي فيها بوجيهات اريديوم. اما عن فلتر الهواء، ففلتر الهواء ده حاجه بسيطه جدا 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 ومهمه جدا 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 جدا. فلتر الهواء ده شغلانته ان هو ينقي لك الهواء اللي داخل جوه الانجن من التراب، الحصو الصغير، الرمله الصغنونه، ان هي تدخل جوه الانجن وتحصل معاها حريق جوه الغرفه نفسها. طيب ايه اللي هيحصل لو احنا سيبنا فلتر الهواء ده من غير ما ننضفه، وبالتالي يتراكم فيه الوساخه، وبالتالي ممكن ان هو يعدي بعض الاتربه الصغيره او بعض الرمل الصغير يعدي مع الهواء اللي داخل جوه الانجن. طيب ناخد اول حاجه اللي هي احنا سيبنا الفلتر لغايه ما يتراكم جواه التراب ويتراكم جواه الوساخه والاتربه والكلام ده كله ده واتكتم، فبالتالي سحب العربيه معاك هيبقى مش كويس خالص. الحاجه اللي بعد كده لا قدر الله حصل معاك ان في رمل او اي شوائب تكون قويه شويه عدت مع الهواء وراحت للانتيك ودخلت جوه الانجن، وهي بتتحرق جوه الانجن لا قدر الله دخلت ما بين الشميز وما بين الشمبر، فبالتالي هيبتدي يعمل لك تجريح في السطح بتاع الشميز، وبالتالي يبتدي يجرح لك الشميز ويقلل من عمر الموتور بتاعك. وبالتالي بننصح هنا الناس دايما باستمرار غير فلتر الهواء بتاعك ماكسيموم كل 20000 كيلو، ودايما وانت بتحط زيت حط معاه اديتيف
هي تخص الحمايه بتاع الموتور من الداخل، سواء كانوا نانو سيراميك او حضرتك لو بتحط زيت ليكومولي فانت بتاخد زيت ليكومولي عليه الاديتيف دي من غير ما حضرتك تروح تشتريها لوحدها. طب وبالنسبه لفلتر البنزين، العربيات اللي فيها فلتر بنزين في الاوبل بتقف عند موديل 2009 او 2008. ما بعد ال 2010 مفيش عندنا فلتر بنزين خارجي، بيبقى الفلتر البنزين اللي عندنا انترنال جوه ترمبه البنزين، فبالتالي العربيات من اول 2010 ما بيتغير لهاش فلتر بنزين. وكذلك الاسترال اتش اللي هي موديلات 2007 2008 2009 2010 كل ده ما بيتغيرلوش فلتر بنزين، فلتر البنزين بتاعه بيبقى انترنال جوه الترمبه. العربيات اللي فيها فلتر بنزين فاحنا دايما بننصح الناس بنزين مولانا احسن منه مفيش، فبعد اذنك غير فلتر البنزين بتاعك عند 20,000 كيلو عشان الرواسب اللي هي بتكون موجوده في الفلتر، وبالتالي بتحصل عندك كتم الاداء العربيه وبتحس ان العربيه بتاعتك بتقطع، العربيه بتاعتك فيها فرقعه مش قادره تمشي. كل دي اعراض للتلف او الكتم اللي بيحصل في فلتر البنزين عند حضرتك. بالنسبه لميه التبريد والزيت الباكن فاحنا البندين دول بالذات بيتغيروا كل 40,000 كيلو او كل 3 سنين. زيت الباكن مهم جدا ان احنا نغيره وليه طريقه في تغييره، مش ان هو بنروح ماسكين ومفضيين ومغيرين، فهنعمل لكم في مره كده حلقه على تغيير زيت الباكن بالطريقه الصحيحه. اما عن الميه فالميه بتتغير كل 40,000 كيلو كذلك، وبالتالي بننصح الناس دايما في العربيات الاوبل بعد اذنك حافظ على انك انت تحط ميه ملونه، ميه واخده مواصفه العربيه اللي هي الجي 12 بعد اذنك حط ميه 50%، مش اي ميه ملونه تبقى هي دي ميه مناسبه مع عربيتك. اعرف عربيتك موديل كام، اعرف عربيتك مناسب معاها ميه ايه. احنا عموما دايما بنقول للناس اللي معانا في الاوبل العربيات بدايه من موديل 2007 2008 دي بتحط لها دايما ميه 50% تركيز، ودي دايما لما بنروح نشتريها بنقول للتاجر احنا عايزين ميه تكون المواصفه بتاعتها جي 12 او بنقول له احنا عايزين تركيز 50%. الميه دايما مهمه جدا في العربيات الاوبل عشان خاطر احنا شغالين على اوبريشن تمبريتشر عاليه، وبالتالي احنا محتاجين ميه يكون فيها مواصفه تبريد معينه. الحاجه الثانيه احنا عندنا اجزاء في العربيه الومنيوم كتيره قوي، فبالتالي الميه العاديه بتاعتنا بتعمل املاح وبتعمل تاكل جوه الاجزاء الالومنيوم بسرعه جدا، وبالتالي بنشوف عجب العجاب في دوره الميه بالنسبه للعربيات الاوبل. فدايما بنصحكم دايما باستمرار غير الميه بتاعتك كل 40,000 كيلو، وحافظ على انك انت تحط الميه الملونه اللي هي تركيزها 50%. نخش على اهم حاجه عندنا، اهم حاجه عندنا هي طقم الكتينه او مجموعه السيور. مجموعه السيور دي اللي هي سير الكتينه، سير الدينامو، ولو في سير باور. فمجموعه السيور على حسب ما حضرتك بتكون مغير، لو حضرتك ماشي صيانات توكيل منتظمه فبالتالي مجموعه السيور بتاعه التوكيل بتمشي 60,000 كيلو، الا وهي السير اللي هو البراند بتاعه بيكون جي ام، فده السير ده بيمشي معاك 60,000 كيلو. فحضرتك بتروح تغير طقم الكتينه بتاعك وسير الدينامو بتاعك عند 60,000 كيلو. بالنسبه الكلام ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للعربيات اللي هي شغاله على مواتير الاثنين كاما، اللي هي بدايه من العربيات اللي احنا بنشتغل فيها 2007 2008 لغايه الاسترا موديل 2017 2018. كل ده بننصح العميل دايما ان هو لو مغير الطقم الجي ام بيبقى لازم حضرتك تغير كل 60,000 كيلو او 3 سنين. ما ينفعش حضرتك تطول بطقم الكتينه او تطول بالسير بالذات اكتر من 3 سنين عشان ما يتقطعش منك. اما لو حضرتك بتغير براندات ثانيه فوانت بتشتري من التاجر او انت بتشتري من الفني او من مركز الخدمه اللي انت بتتعامل معاه، اعرف الطقم الكتينه ده بيقعد كام الف كيلو، فبتساله لو سمحت عايز اعرف عدد الكيلومترات اللي بيمشيها الطقم ده. ودايما بقول لحضرتك حاول باستمرار طقم الكتينه خد براند محترم، خد براند وليكن اينا، جيتس، جي ام، كونتيننتال، الحاجات دي كلها براندات محترمه جدا. دايما وانت بتشتري اكد على الكيلومتر اللي بيمشيه السير ده، وان كان في المعظم السيور بتمشي 60,000 كيلو، ففي 60 احنا بنغير طقم كتينه، سير دينامو، سير الباور، ومعاهم ترمبه الميه. وده شيء مهم جدا عشان الناس ما بتبصش عند ترمبه الميه الا لما بتبتدي يحصل فيها تسريب وبتجيب ميه، فبالتالي العميل بيبتدي يروح يغيرها. لا بعد اذنك اعمل صيانه وقائيه لترمبه الميه كل 60,000 كيلو، غير ترمبه الميه مع السيور. اما عن المشكله الاساسيه بتاعه بلف غطا التكيهات والمصايب اللي بتحصل بسبب تلف بلف غطا التكيهات، دايما بننصح هنا عندنا في مستشفى الاوبل بان انت حضرتك تغير البلف بتاع غطا التكيهات كل 60,000 كيلو مع الصيانه الكبيره بتاعه الكتينه وصيانه السيور اللي احنا دايما بنسميها صيانه سيور وبتغير معاها زيت الفتيس. فانت حضرتك اتعب شويه واعمل صيانه لبلف الكتينه ومعاها كمان صيانه للكولر. الكولر ده مهم جدا عشان ما يحصلش فيه تسريب من زيت الموتور على الشكمان او ما يحصلش خلط لزيت الموتور مع ميه التبريد، وبالتالي نخش في موضوع اكبر ومشكله اكبر. بتيجي عندنا في المستشفى هنا حالات كتيره جدا 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 خاصه بالبندين دول، البندين اللي هم تلف بلف غطا التكيهات، والحاله الثانيه تلف مبرد زيت الموتور. الاثنين دول اغلب مشاكلنا هنا في المستشفى احنا بنستقبلها في العربيات الاسترا، بالذات الاسترا جي، هم الاثنين دول مسؤولين عن اغلب المشاكل عندنا.
فدايما باستمرار بعد اذنك اعمل صيانه للكولر بتاعك عن 60000 كيلو، واعمل صيانه لبلف غطا التكهات عن 60000 كيلو، وبكده انت هتعيش حياتك مطمن مع العربيه الاوبل. الاوبل عربيه جميله، ولكن حضرتك صونها دايما بالصيانه. وفي النهايه ما تنساش تعمل لنا اشتراك على قناتنا على يوتيوب مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي، ولايك للبيج بتاعتنا مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي على فيسبوك، فولو على قناتنا على التيك توك مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي، انستجرام مستشفى الاوبل احمد عز بالعربي. باي باي.